الا كنتي كتعلم اللغه الانجليزيه بالترجمه راك كتضيع غير وقتك، وماشي خاصك تحبس غير الترجمه ديال جوجل، خاصك تحبس حتى الترجمه اللي كاينه في عقلك. التقنيه ديال الترجمه ما كتخليش عقلك يتعلم، بل حتى هو كيولي غير مترجم. والا كنتي كظن ان مستحيل تتعلم بلا ترجمه، انا غادي نعلمك. شوف غير هاد اللقطات. Come in. قدرتي تفهم الجمله بلا ترجمه فقط غير من التعبير والسياق. وهاد ثلاثه الطرق اللي غادي نوريك غادي يسرعوا التعلم ديالك بعشرات المرات اكثر، وغادي تنسى شي حاجه اللي سميتها الترجمه ولو حتى في عقلك. وهذا الشيء ما غاديش تعلموا لك المدرسه لان كينقص من الارباح ديالهم. وركز بزاف معايا في هذا الفيديو حيت غندير لك واحد الامتحان باش نعرفك وتعرف راسك واش غادي تتعلم ولا غير كتضيع وقتك. Listen, if you want to speak English, give yourself time to understanding before you translating. That's so important for you. إلا باغي تهضر الإنجليزية أعطي راسك الوقت فين تفهم قبل ما تمشي تترجم، حيت هذا غادي يكون مهم بزاف ليك. غادي نوريك كيفاش تفرج الفيديوهات والأفلام وتتعرف على الأشياء وحتى تهضر، وهادشي كامل بلا ترجمة. بغيتك تفهم هادي، عقلك راه قادر يتعلم أي كلمة جديدة ولا جملة بلا ما يحتاج للترجمة. أجي نديرو تجربة، غنعطيك جملة بلا ترجمة وأنت غادي تفهمها. هنا تقالوا ثلاثه ديال الكلمات كيحذر بها هذاك الشخص اللي كان كياكل حيت واحد الحشره طاحت له في الماكله ديالو. الكلمه الاولى اللي هي wait، الكلمه الثانيه stop، والثالثه اللي هي بي هي هذيك السميه ديال هذيك الحشره اللي كنعرفوها كاملين. دابا ها انت فهمتي هذه الجمله وما احتاجيتيش الترجمه، ولكن باش نتاكد كتبها في التعليق بالدارجه وما تنقش من صحابك، وإلا غلطتي غادي نصحح لك. ودابا خليني نعطيك غير كلمه بكلمه وانا متاكد غادي تعرفهم كاملين. الكلمه اللي سمعتي هي دانس، كنستعملوها في العراس وفي بزاف ديال البلايص، ها انت عرفتيها. نزيدك وحده اخرى اللي هي جامب. هاد الكلمه حتى هي راك عرفتيها وتعلمتي بلا ترجمه، ودابا بقات خاصك حاجه وحده، هو انك تعرفها كيفاش كتكتب بالانجليزيه. واول كلمه اللي هي كمين. هاد الكلمه اللي سمعتي هكذا كتكتب، ولكن بغيتك تنطقها. كيفاش كنقولوا ليها؟ كوم ان. لا، تخيل معايا هذيك الاو في بلاصتها كيفاش غادي ننطقوها؟ كام ان. الا جمعناها غتولي كامين. ندوزو للمقطع الثاني. اول كلمه اللي هي ويت، الثانيه اللي هي ستوب كنا كنعرفوها، والثالثه اللي هي بي كما قلت لك السميه ديال الحشره. ولكن الكلمه ديال ويت غنعطيها لك في سياق واحد اخر وغتزيد تفهمها مزيان وعمرك ما غتنساها. قولك دابا جوج الكلمات تعرفهم كيفاش كيتكتبوا. الاولى اللي هي دانس، والثانيه اللي هي جامب. الفرق اللي غادي دابا تلاحظ هنا، لو كان عطيتك هاد الكلمات بالترجمه ثق بيا نص ساعه ما غاديش تعقل عليهم، ولكن دابا انت عرفتيهم بلا ترجمه وغادي تعقل عليهم، انا متاكد. علاش؟ حيت عقلك تكونيكطا مع اللغه مباشره وبلا ترجمه. اجي شنو بان لك نديروا دروس ديال التعلم الانجليزيه بهذه الطريقه وبلا ترجمه؟ الا عجبتك الفكره دير التصويت في التعليق، شكون معاه وشكون ضد. اسمع، باش تتعلم بسرعه وبلا ترجمه خاصك 5 ديال التقنيات. خاصك الصوت والصوره، الحركه والنبره والوضعيه. فاش كيتجمعوا هاد التقنيات ما كتحتاجش الترجمه. واكبر خطا هو انك تبدا تتعلم الكلمه وتترجمها وتبغي تحفظها. العقل ما كينتجش اللغه بهذا المنهج، بل كيتعلم الجمله، المعنى العامه والتكرار. ولكن ملي دابا ذكرنا التكرار، لاحظ معايا دابا شنو غادي يوقع، وباش تعرف القوه ديال التكرار ومزيان تخدمو في التعلم ديالك. Don't be stupid. How stupid can you be? You are all fat, lazy, stupid. دابا شنو لاحظتي في هاد الثلاثه ديال المقاطع؟ عندنا الكلمه الاولى اللي هي how to be stupid، الكلمه الثانيه how stupid can you be، والثالثه you are all fat, lazy, stupid. وهاد الجمل كاملين ما غاديش تعقل عليهم، ولكن غتعقل على كلمه واحده اللي هي stupid. علاش؟ حيت كررتيها 3 ديال المرات، والحاجه فاش كتكرر عقلك كياخذها بجديه وكيشدها وغادي تعقل عليها وما عمرك غادي تنساها. هذا علاش ديما تبقى تكرر. والغلط الكبير اللي كديرو انت هو فاش كتفرج مثلا في واحد الفيلم اللي فيه ساعتين كتبغي دير له الترجمه وتفهمو كامل، وهاد الطريقه ما عندها فين تدي. ودخل في راسك فيلم فيه ساعتين راه فيه ما بين 14,000 حتى ل 20,000 كلمه،
راه واخا تكون كمبيوتر ما غاديش تعقل عليهم ولا حتى تجمعهم، وهذا علاش ما عمرك تترجم الافلام ولا الفيديوهات وخلي عقلك يخدم عليهم ويلقط الكلمات اللي كتعاود واللي كتجي في السياق وحتى عن طريق الاشاره. ولكن الا بغيتي تزيد السرعه في التعلم خلي السبتايتلز بالانجليزيه، السبتايتلز هو الترجمه، حيت غادي يعاونك وغادي تزيد السرعه في التعلم ديالك. دخلنا دابا لواحد النقطه اللي مهمه ليك، هو كيفاش نتعرف على الحوايج وبلا ترجمه. صراحه كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هو كتعلم عن طريق الفيديوهات. شكون هما هاد الفيديوهات؟ غتمشي ليوتيوب وغتكتب هاد السميات: Daily English Sentence, English at Home, English in the Kitchen, English Daily Routine. هادو كيوريوك الاشياء زائد الجمل اللي مستعمله معاهم وبلا ترجمه، وهذا الشيء كيخلي دماغك يفهم اللغه غير من السياق وبلا ما يحتاج حتى شي ترجمه. والطريقه الثانيه هي اللي عندك عليها تساؤلات ومهمه ليك. مثلا انا بغيت نتعلم شي حوايج في الدار بحال الكوزينه، الناموسيه، هذا البيرو، كيفاش غادي ندير ليهم وما نحتاجش ترجمه؟ اوكي سهله وبزاف. وهنا غادي يجي الدور ديال الستيكر اللي هو هذا. الا كنتي كتعلم خاصو يكون عندك ضروري. باش نبسط لك الفكره، هاد اللون هذا سميتو بينك، لكن الا كتبت ليك بينك في واحد الكاغيط اللي هو ابيض بحال هكا، انت شنو خاصك هنا باش تعقل عليها؟ ضروري خاصك دير حداها الترجمه. ولكن الا شدينا مثلا نفس اللون وكتبنا عليه بينك، فهنا ما غاديش تحتاج الترجمه نهائيا لانك كتبتي فوق اللون اصلا. وهكذا ثق بيا عمرك ما غتنسى هاد الكلمه حيت رسختيها في دماغك. وهذه هي الطريقه باش غادي تمشي في التعلم ديالك. مثلا غادي تشوف الحاجه اللي باغي تتعلم السميه ديالها في الدار. على سبيل المثال هذا بسطام اللي هو بالانجليزيه واليت، فما غاديش نمشي نكتب في ورقه بيضاء واليت وندير حداها بسطام، لا، غادي نكتب واليت هنا في ستيكر مثلا وغادي نشدها ونلصقها على الواليت. اوكي، وهكذا غتولي عندي واليت بلا ترجمه. هاد الشيء غتستعملو مع الاشياء اللي عندك في الدار. ولكن انا راه عارف مازال عندك سؤال كبير، هو اصلا كيفاش نتعرفوا على هاد الكلمه قبل ما نكتبوها في هاد الستيكر ونلصقوها في شي حاجه. هذا سؤال مهم، وبزاف ديال الناس مشاو غالطين في الفيديو الاول فاش قلت لهم ما تستعملوش الترجمه. وفي هاد الفيديو غنوضح لك كل شيء باش تخرج فاهم. خاصك ديما تفرق ما بين الترجمه والتعرف، هاد الجوج ماشي بحال بحال. هاد المرحله ديال التعرف على الكلمه ولا الجمله هي مهمه في اللغه بزاف، ولكن كتستعملها غير مره واحده فقط بحال شي جوكر. ولكن الا عاودتيها المره الاولى والثانيه والثالثه هذه سميتها الترجمه، وهنا عقلك ما كيبقاش يخدم معك كمتعلم بل كيولي حتى هو غير مترجم. وبغيتك تدخل واحد الحاجه في عقلك، فاش كنهزوا الكلمه ونحطوها في جوجل راه فقط كنتعرفوا عليها، ولكن فاش كتبغي تحفظها خصك تحطها في جمله، حيت الا كتحفظ الكلمات بوحدهم راك كتضيع غير وقتك بحال الترجمه. وقبل ما ندوزو النقطة الثالثة اللي هي غتحيد لك الترجمة من عقلك نهائيا، عندي واحد النصيحة للناس اللي بادين من الزيرو وباغيين يبداو بطريقة صحيحة وبسرعة وبلا ما يضيعوا وقتهم. كاين واحد الباك اللي سميتو اكسبريس انجليش اللي فيه 4 ديال الكتوبة، كيبدا معاك من الزيرو، كيعلمك تقرا تكتب تهضر وتفهم في اقل وقت ممكن وبالدارجه المغربيه. خليني نوريهم لك بسرعه ونكملوا الموضوع باش ما نضيعلكش وقتك. كاين اكسبريس انجليش اللي فيه فيديوهات في وسط الكتاب وامتحانات وكاع هذاك الشيء اللي غادي تحتاج. الكتاب الثاني اللي هو الكونفرسيشن غادي يعلمك تهضر في اي موقف، سواء في الشارع سواء في الوطيل المطار، فيه كاع الجمل وفي كاع المواقف. الكتاب الثالث اللي هو الجراما، ولكن فيه غير القواعد الاساسيه والمهمه، ما فيهش التعقيدات، مشروح بالدارجه المغربيه، غادي يعلمك كيفاش تبني جمله بصح وكيفاش تفهم بلا ترجمه. والكتاب الاخير اللي هو ستوريز، هذا فيه قصص قصيره من حياتنا اليوميه مكتوب بطريقه بسيطه ديال المبتدئين اللي غادي يعلمك تطلق لسانك وحتى غادي تفهم وغتعاون راسك بزاف بهذا الكتاب. وهذا الباك كامل معروض بواحد الثمن اللي صغير والرمزي بحال شربتي شي قهوه، هو اصلا مديور كمساعده اكثر من ما هو ربحي. فالرابط ديال هذا الكتاب معاه النسخه التجريبيه وحتى الفيديو اللي كيشرحهم غتلقاهم في صندوق الوصف. ولكن قبل ما تمشي ليهم حتى تسمع الخطوه الثالثه في هذا الفيديو حيت مهمه ليك بزاف. الخطوه الاخيره اللي مهمه ليك بزاف هو كيفاش نحبس الترجمه في وسط عقلي. كنشوف واحد الحاجه حتى كنترجمها بعقلي بالدارجه، عاد كنولي كنعطيها السميه ديالها بالانجليزيه. حتى هذا المشكل راه سهل وراك ديجا حليتيه. فالسبب اللي كيخليك تترجم في عقلك هو الفعل ديالك. كيف ما كتصرف انت حتى عقلك كيتصرف. انت كتمشي كترجم الكلمات وحتى عقلك كيدير نفس الشيء.
كيترجمها عاد كيقولها لك. راه الا طبقتي جوج ديال الخطوات اللي عطيتك قبل اوتوماتيكمون غتصلح حتى الثالثه اللي هي الترجمه في عقلك، وغتولي تهضر الانجليزيه وتفكر فيها مباشره. ولكن خليني نزيد نعطيك حوايج اخرين ونعاونك باش هذا الموضوع نسدوه نهائيا. قلنا المشكل الاول هو ديال الترجمه، ولكن المشكل الكبير الثاني هو ديال قله السمع اللغه الانجليزيه. راه دماغك خاصو يسمع اللغه بزاف باش يكون عنده القدره على التفكير بها، حيت الا ما كنتيش كتسمع اللغه بزاف عقلك ما كيكونش عنده الباجاج. وهذا علاش الجانب الاخر كيعاونوا بالترجمه باش يلاه يكون لك هذيك الكلمه ولا الجمله. والمشكل الثالث هو انك كتعلم الكلمات، فعقلك ما كيقدرش يجمع جمله، ضروري خصو يترجم باش يلاقي. راه الا بديتي كتعلم الجمله كامله عقلك غيولي يفكر اوتوماتيكمون بالانجليزيه وغادي ينسى شي حاجه اللي سميتها الترجمه. واهم حاجه هي القراءه، حاول تقرا مجلات او روايات تكون سهله وبسيطه باش عقلك يتكونيكطا مع اللغه مباشره وبطريقه طبيعيه، حيت هادو راه كيعاونوك بزاف وما كتخليش المجال عقلك فين يقلب على الترجمه، وهكذا كيبقى ياخذ اللغه من اللغه نفسها. والا كان عندك اكسبريس انجليش راه الكتاب الرابع ديال ستوريز هو اللي غادي يليق لك. ودابا غادي نشدك تعقل فاش قلت لك في البدايه ديال الفيديو راني غندير لك امتحان باش نعرفك واش غتتعلم ولا غير كتضيع وقتك. دابا وصلنا لها. في هذا الفيديو هذا راه ذكرنا اكثر من 40 كلمه بالانجليزيه، فدابا ما تكذبش، ومهم ليك بزاف هو تقول لي شحال من كلمه عقلتي عليها او جمله، ولو تكتبها بالغلط ولا غير بالدارجه ولا غير الرقم شحال من كلمه. غنعطيك تقييم من 1 ل 10 وغتعرف راسك واش غادي تسرع في التعليم ولا راك باقي معطل. الا كنتي مبتدئ وباغي تسرع التعلم ديالك شوف هذا الفيديو اللي كيشرح الكتوبه باش داك الساعه تكون عندك فكره عليهم، وهذا فيه نصائح قيمه غتزيد تعاونك تسرع. هاد جوج مفيدين ليك بزاف، وتهلا لي في راسك ونشوفك شي فيديو واحد اخر.